بالفعل لكم أن تصدقوا ذلك، مارادونا لأول مرة تطأ أقدامه أرض المغرب. يستقر به المقام بمراكش على أن يواصل الرحلة الجمعة القادم إلى أراضينا العزيزة إلى العيون. مارادونا سمع كثيرا عن حفاوة أهل وأرض المغرب، هو اليوم يعيش التجربة بنفسه. إنها الزيارة الأولى لي للمغرب ولن تكون الأخيرة. أعجبت كثيرا بحفاوة الاستقبال من الأشقاء المغاربة، وهذا الشيء ترك الأثر الكبير في قلبي، وهو أكبر دليل على محبتي للمغرب. الذي يحضر واحد مقابلة احتفاليه بمناسبه عزيزه على المغاربه كاملهم، الا وهي يعني الذكرى 40 ديال المسيره الخضراء. فيعني صراحه يعني هي فرحه رياضيه وفرحه ديال جميع المغاربه بهذه المناسبه. نجوم اخرون ينضمون لمارادونا، رضوان واللاعب الدولي لوكي بدورهما ابيا الا ان يشاركانا هذه الذكرى الغاليه. انا فرحان بزاف، غادي نكون فهمتي من جمله الناس اللي يعرضوهم لهذه المقابله هذه، واللي كتعني اكثر من غير مقابله، كتعني واحد الحاجه كبيره بالنسبه لنا في العالم كمغاربه. موعدنا يوم الجمعه بالعيون، نجوم العالم تجتمع بصحراء المغرب.